مساء الخير، ازيكم عاملين ايه؟ انا جاي النهارده اشرح لكم سلاسل الرجالي، مميزاتها وعيوبها واسمائها. والسلاسل دي برضو في منها سلاسل بتلبس حريمي. اعملوا سبسكرايب ويلا بينا نشوف. ده جزء كبير من السلاسل اللي انا جبتها، هنشرحها وهنقول كل سلسله مميزاتها وعيوبها واسمائهم برضو. تمام، هنمسك اول سلسله. اول سلسله دي اللي احنا طلعناها، دي سلسله اسمها عش غراب. عش غراب شكلها زي عش غراب. تمام، السلسله دي معروفه كتير جدا بتجيبها وعارفاها. والسلسله دي ميزتها ان هي ممكن تتنام بيها عادي خالص، مفيش مشكله. بص يعني مرنه جدا، عايز تلف كده مفيش اي مشكله، ما تقطعش ولا اي حاجه، ومتينه وقويه. تمام، وهي تخينه برضو، فهي بينزل منها رفيع كمان، بس دي تخين منها فهي متينه. فالسلسله دي انا بقول لاي حد يجيبها عادي. هي ممكن الفكره كلها ان هي ممكن تتلف كده تتعقد، بس بتلف الناحيه التانيه وتتظبط. فاهمين ازاي؟ يعني ممكن تلف كده تعقد كده، في حاجه بسيطه كده فيها فبتتظبط تاني كده، فاهم قصدي؟ لكن ما فيهاش اي عيوب تانية. والسلسله دي العيش غراب دي حلوه جدا، انا بفضلها الناس كتير جدا عيش غراب دي. تمام، السلسله اللي بعدها، السلسله دي اللي بعدها دي سلسله جروميت. ده اسمه جروميت، جروميت ساده اهو. في اونكس، احجار اونكس وكور فضه. في منها الساده من غير احجار دي، وفي منها بالاحجار دي. بس انا بحب الاشكال الاحجار، يعني انا الساده هي حلو برضه، بس انا احب اشكال الاحجار اكتر. ميزتها ان هي برضو ممكن اي حد يلبسها في اي وقت، مفيش مشكله، ما تحصلهاش اي حاجه. ولو اتقطعت تتلحم عادي خالص. اللي فاتت برضو زي ما قلنا عيش شوكولاته دي لو اتقطعت تتلحم، بس تبقى رخمه شويه في الحمل. لكن الجروميت دي سهله جدا في الحمل، ما فيهاش اي مشكله. لو حد قطعها لا قدر الله ولا حاجه تتلحم بسهوله جدا. تمام، ومتينه جدا برضو وقويه. جروميت اللي هي الاحجار اونكس اللي وريتها لكم دي. تمام، دي السلسله الثانيه. طيب ماشي، نمسك سلسله ثالثه. دي السلسله الثالثه دي اسمها سلسله مفتوله، او ليها كذا اسم تاني. في عامه احنا بنسميها مفتوله عشان ملفوفه كده. شايفينها ملفوفه ازاي؟ طيب ماشي، السلسله دي ليها مميزات وليها عيوب. مميزاتها ان هي شكلها اول حاجه شيك وكل حاجه. ممكن برضو حد ينام بيها، مفيش مشكله يلبسها يعني دايما، مفيش مشكله، مفيهاش حاجه لو تنام بيها. عيوبها ايه السلسله دي؟ السلسله دي عيوبها انها لو اتقطعت صعب قوي نعمل نفس اللفه المفتوله دي، تبقى صعبه قوي، يعني تبقى رخمه. فممكن نعملها بزرده، نعملها يعني نلحمها بطرق تانية مش ظريفه بقى، هتبقى شكلها مدي شكل عيب فيها. فدي السلسله اللي هي المفتوله. تمام، دي السلسله الثالثه. طب السلسله الرابعه نمسكها، مثلا السلسله دي، السلسله دي اسمها سلسله الماني. الماني اللي هي دي في اونكس، احجار اونكس ومعاها احجار اونكس وكور فضه. السلسله دي الماني دي انا بفضل السلسله دي جدا جدا، من اسهل السلاسل. اول حاجه عادي خالص اي حد ينام بيها، مفيش مشكله، ما بتقطعش اي حاجه. ويعني هي تقريبا ما فيهاش الا عيب الا واحد بس، عيب بسيط خالص هقولها لكم برضه. كلها مميزات عامه السلسله دي. السلسله دي ممكن تدخل جواها بين كل مدور ومدور، لما تبقى مدورها واسعه كده تحط زرده ودلايه كده تعلقها تبقى ثابته في النص. ممكن تقسمها نصين، تحط واحد بين واحده وواحده هنا تعملوا كوليه. فهي عامه مميزه جدا السلسله الالمانيه دي. ودي بتبقى دايما السلسله الالمانيه دي موجوده في كوليهات الحريمي. الكوليهات الحريمي بتبقى موجوده فيها دي، بس بتبقى ارفع. طيب ماشي، عيبها ايه بقى؟ عيبها ان السلسله دي الرفيع منها اللي هي بتبقى في كوليهات الحريمي بتتعقد بسهوله. لو يعني اتحطت كذا سلسله مع بعضها بتعقد بسهوله. السلسله الالماني بس الرفيعه مش تخينه، التخينه دي سهل بتعقد برضه، بس سهل بتفك. تمام، بس دي بتعقد يعني تبقى ارخم شويه من الجورميت. الجورميت بتفك بسهوله، لكن دي بتعقد وبتفك برضه بسهوله، بس يعني فيها رخامه شويه عشان هي رفيعه سنه. طيب ماشي، نمسك السلسله الرابعه. السلسله دي اسمها سلسله مسمار. سلسله مسمار دي معروفه قوي، انا شرحتها كذا مره تقريبا في فيديو تاني. مسمار دي معروفه جدا، متداوله جدا، ناس كتيره جدا بيلبسوها. دي برضو ما فيهاش اي عيوب، دي مرنه جدا، يعني مش بتعقد في اي حاجه. برضو حتى لو اتعقدت تفك بسهوله جدا، وممكن تنام بيها مفيش مشكله برضو. ولو اتلحمت تتلحم بسهوله خالص، ما فيهاش اي مشكله. فدي ما فيهاش اي عيب. سلسله المسمار دي انا بحبها جدا، سلسله المسمار، وانا عندي ببيع منها كتير قوي 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 سلسله المسمار دي. تمام، نخش في السلسله اللي بعدها. السلسله دي، السلسله دي اسمها سلسله عين حورس. دي ناس كتير جدا عارفينها عين حورس. دي نفس المسمار بالظبط، نفس سلسله مسمار، بس على شكل مختلف شويه. بص لو قربته هيبان الشكل مختلف شويه.
فالسلسله العين الحمراء دي برضو عادي خالص، ممكن حد ينام بيها مفيش مشكله، ما تعقدش ولا اي حاجه. تمام. وبرضو سهل جدا في لحامها، مفيش اي مشكله. فبرضو دي ظريفه جدا، سلسله اللي هي العين حورس اللي قلت عليها دي. تمام، اسمها عين حورس. السلسله اللي بعدها دي، السلسله دي اسمها بوكس. السلسله بوكس دي شيك قوي سلسله وحلوه، وانا بحبها برضو. بتبقى منظرها ظريف وتعلق فيها دلات كده، ما فيهاش مشكله، فانا بحبها عامه. بس مشكلتها ان هي بتتقطع بسهوله لو تنام بيها. ومشكلتها كمان حاجه تانية نسيت اقولها، ان هي لما تلحم بتبقى ناشفه، بتبقى حته فيها ناشفه كده. يعني بصي الحته كلها طريه اهي، طريه، بتلاقيها حته بقى ناشفه بقى كبيره، فباين قوي اللحم بتاعها لو اتقطعت. فاهمين قصدي؟ فدي مشكله السلسله البوكس، لكن هي شكلها حلو قوي السلسله البوكس. تمام. السلسله اللي بعدها دي اسمها جروميت 3 في 1 بلاك. ليه سموها كده؟ جروميت اهي، الجروميت اللي احنا قلنا عليه ده 3 في 1، اللي هو 3 صغيرين وواحده كبيره، 3 صغيرين وواحده كبيره، دي اسمها 3 في 1. فهمتوا ليه؟ 3 صغيرين وواحده كبيره. وبلاكه اللي هي بلاكه دي، جروميت 3 في 1 بلاكه، دي السلسله اسمها كده. السلسله دي برضو ممكن تنام بيها، سهله جدا اهي، ممكن اي حد ينام بيها مفيش مشكله، ما تقطعش ولا اي حاجه، ولو اتقطعت تتلحم عادي خالص بسهوله، ما فيهاش اي مشكله. تمام. فدي برضو زي الايه، زي العين حورس ومسمار. اوكي. طب نشوف السلسله اللي بعدها. السلسله اللي بعدها دي تحفه، السلسله دي انا بحبها قوي 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 برضو. دي اسمها دوج. الدوج دي نفس السلسله الالماني، نفس السلسله الالماني بالظبط، بس المداور بتاعتها دايره اكتر، مديها شكل دائري اكتر. يعني بص مثلا هجيب اللي هي السلسله اللي هي الالماني اللي انا قلت عليها، اللي هي الماني بوكس اهي. يعني دي بص تحس انها مصاصين، دي ايه، دي دواير. فعشان كده انا بحبها قوي، عشان شكلها مختلف وجديد، ولسه نازله جديده السلسله دي، الدوج دي سلسله دوج، عشان برضه تبقوا عارفين، عشان لو ايه عايزين تطلبوها من اي حد او تجيبوها من اي حته. او عامه السلاسل دي كلها متوفره عندي لو حد عايز اي حاجه. تمام. طبعا الاطوال بتختلف، كل واحده ليها طول، ممكن نطول اي واحده او نقصر اي واحده. تمام. السلسله اللي بعدها الدوج دي انا قلت انها ممكن تتلحم عادي خالص، ولو اتعقدت برضو بتتفك بسهوله جدا، زي برضو ايه السلاسل الباقيه. الالماني هي اللي هو تبقى رخمه شويه، لو هي قلنا الالماني، السلسله الالماني رفيعه تبقى عامله مشكله شويه في العقد ده. طيب ماشي. السلسله اللي بعدها دي سلسله اسمها دوج بلاك. دوج اهي برضو مدوره اهي، دوج وبلاك، في بلاكه في النص، نفس الدوج اللي فاتت، لكن دي دوج بلاك. دي برضو شكلها شيك، نفس الفكره برضو، بتتلحم بسهوله وكل حاجه. صعب انها تعقد عشان فيها بلاكات، ممكن اي حد ينام بيها مفيش مشكله. تمام. وبرضو بتتلحم بسهوله. اوكي. نشوف السلسله اللي بعدها. السلسله اللي بعدها السلسله دي اسمها سلسله الماني. دي السلسله الالماني اللي انا قلت عليها رفيعه خالص منها. دي بقى اللي هي ممكن تتعقد. دي لو حطيت سلسله ثانيه اختها هتلاقي اتعقدت. دي رفيعه قوي، بس هي عشان انا جايبها في الكاميرا قريب من الكاميرا، فعشان كده باين انها كبيره، لكن هي السلسله دي ممكن بتتعقد بسهوله. ودي السلسله دي بتاعت الكليهات الحريمي، معظمهم بيلبسوها برضو، معظم كليات الحريمي بتبقى برضو بالسلسله الالماني دي. السلسله الالماني دي مميزه، بتمشي رجالي وحريمي، في رجاله كتير بيلبسوها، في بنات كتير جدا بيلبسوها. معظم كليات الحريمي كلها بالسلسله الالماني دي، هي والبوكس اللي انا قلت عليها البوكس دي، بس البوكس تبقى رفيع من دي. تمام. دي قلنا مزاياتها كلها ان هي شيك كل حاجه، وممكن تنام بيها مفيش مشكله، لكن المشكله فيها ان هي تتعقد، بس لحمها بسهوله جدا مفيش مشكله، ولا يبان خالص، مفيش اي حاجه تبان لما تلحم. تمام. هنشوف السلسله اللي بعدها. السلسله دي اسمها سلسله جروميت. السلسله جروميت دي شيك قوي قوي قوي، انا بحبها قوي. دي قلت قبل كده واحده زيها اللي فاتت، اللي هي جروميت، كانت جروميت 3 في 1، وجروميت بلاك. جروميت اللي هي 3 في 1 اللي هي زي دي قلنا عليها جروميت 3 في 1، واللي هي جروميت احجار اونكس. دي جروميت احجار اونكس، لكن دي جروميت ساده. تمام. دي كده جروميت ساده. تمام. مميزات الجروميت الساده دي ان هي ممكن تنام بيها عادي خالص، مفيش اي حد عنده مشكله فيها، ما تقطعش ولا اي حاجه، قويه، تتلحم بسهوله جدا، ولا يبان مكان اللحام اصلا. وهي برضو عندها تخانات، فيها تخانات منها الارفع ومنها الادخن منها. تمام. فدي برضو مميزه جدا، وانا بحب قوي السلسله دي. اخر سلسله اللي قدامنا اللي هي دي. السلسله دي مختلفه شويه، دي ملهاش اسم، بس هي السلسله دي معروفه، ناس كتير جدا بتحبها وبتلبسها، بس بتبقى التخين منها ورفيع منها بينزلوا. دي برضو ميزتها انها برضو عادي مفيش مشكله،
تنام بيها عادي. تتلحم بسهوله جدا، كل عقله من العقل دي تتلحم، وشكلها برضو ظريفه قوي. تمام. منها كل الاطوال برضو. تمام. وكده اكون قلت معظم السلاسل الموجوده وشرحتها ومميزاتها وعيوبها. لو حد عنده اي سؤال عن سلسله عايز يعرف مميزاتها او عيوبها، او مثلا هي ممكن قبل ما يشتريها عايز يعرف هل هي تلحم او ما تلحمش، بتبقى سهله، ايه مثلا ينفع انام بيها، البسها دايما 24 ساعه مفيش مشكله او اي حاجه، ممكن يبعتها لي يكتبها لي في اي كومنت، يكتب لي في كومنت وانا ابعت له الرقم، ويبعت لي على الواتساب وهقول له بالظبط السلسله دي ايه مميزاتها وعيوبها عشان يبقى فاهم الدنيا كلها قبل ما يشتريها. ويا رب اكون افدتكم. وانا برضو هنا لو حد عايز اي سلسله من السلاسل دي، انا ببيع اي سلاسل، عندي محل في الضيط عبد الحميد، فرع مصر الجديده، وفرع فرعين في مصر الجديده، واحد من الجامعه، واحد من الاسماعيليه، وفرع في التجمع الخامس. لو حد عايز اي حاجه من دول برضو انا متاح معاكم، ابعت لي برضو في كومنت وانا هبتابع معاه. ويا رب اكون افدتكم، ولو حد عنده اي سؤال يكتبه في كومنت وانا ان شاء الله هرد عليه. وشكرا.